متى ترد الجزائر للمغرب أراضيه المسروقة؟ ألف ألفريد جورج بول مارتن، وهو ضابط فرنسي، كتابا بعنوان 4 قرون من التاريخ المغربي في الصحراء من 1504 إلى 1902، في المغرب من 1894 إلى 1912. وأكد بالأدلة أن حضور المغرب كان فعليا في توات والقرارة وتيديكلت، كما يتضح في ظهائر التعيين والقطع النقدية والروابط مع السلطة المركزية. كان الكتاب صادما لأنه كشف حقيقة الصحراء قبل الاحتلال، فكان مصير الضابط الطرد. في عام 1845 صاغت فرنسا معاهدة للامغنية بعد انتصارها في معركة إسلي. يحدد البند الثالث من المعاهدة حدود الدولة المغربية والمستعمرة الجزائرية من قصبة عجرود على وادي كيس إلى ثنية الساسي. لكن في البند الرابع لم يتم ترسيم الحدود في الجنوب، بمبرر أنها أراضي خالية هي مرعى لعرب البلدين الرحل. أما البند الخامس المتعلق بالقصور، تدعو حاكمي البلدين إلى احترام العرف الجاري بينهم. وحدد البند الخامس القصور التي تتبع للبلدين: قصري أشو فجيج يتبعان للمغرب، وقصور عين الصفرة، صفيصيفة، عسل، تايوت، الشلالة، الأبيض، بوسمغون تتبع للجزائر. وذهبت السلطات الفرنسية أن أي منطقة غير محددة بدقة تعتبرها من أراضيها. في عام 1870 هاجمت فرنسا واحات الجنوب المغربية في توات تيديكلت والقرارة بمبرر عدم وجود ترسيم للحدود جنوب القصور. في عام 1875 قاد بوعمام مقاومة في محيط عين الصفرة. وفي عام 1886 توجه وفد من توات إلى فاس بحثا عن الدعم. وفي عام 1887 ذهب وفد آخر بقيادة مولاي علي ولد مولاي سليمان إلى السلطان مولاي الحسن الأول للاحتجاج على الفرنسيين في